في سنة 2004 واحد اسمه جلايدويل اتعرض لحادث موتوسيكل كسر ظهره، عمل إعادة تأهيل لمدة سنة كاملة، وبعدها حاول يرجع لشغله في تركيب أنظمة التكييف، لكن الألم كان بيطارده كل يوم. مجرد ما يلف رقبته أو يسوق على مطب يحسه كأن صعقات كهرباء ماشية في جسمه. وقتها قرر ياخد خطوة جذرية، إنه يعمل عملية جراحية ويتخلص من الألم نهائيا. دخل على الإنترنت لقى دكتور جراح تقييماته 4 و5 نجوم على موقع هيلث جريد. أول ما قابله حس براحة واطمئنان ورجع قال لمراته وأمه: أنا لقيت الشخص اللي هيعالج رقبتي. لكن اللي ما كانش يعرفه جلايدويل إن اللي قدامه ده هو أسوأ جراح في تاريخ أمريكا الحديث. جراح أجرى 37 عملية جراحية نتج عنه 33 حالة إعاقة دائمة وحالتين وفاة، يعني نسبة فشل 90%. القصة دي مش بس عن دكتور لقب بطبيب الموت، دي عن الوجه الآخر لعالم الطب. هل الطب فعلا هدفه إنقاذ الأرواح ولا مجرد بيزنس مربح؟ هل ثقتنا في الأطباء أحيانا بتكون زايدة عن اللزوم؟ وإيه هي أهم الحاجات اللي لازم تتأكد منها قبل ما تدخل أي غرفة عمليات؟ في الفيديو ده هتكتشف معايا جريمة من أبشع وأصعب الجرائم اللي حصلت في القرن العشرين، جريمة شارك فيها نظام طبي كامل وكانت بمثابة جرس الإنذار للنظام اللي بيراقب الأطباء. لو مهتم إنك تعرف الوجه الآخر من العالم فإحنا بنعمل زوم إن على أدق التفاصيل عشان تشوف الصورة كاملة. جهز قهوتك ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي وأهلا بيكم في حلقة جديدة. الفيديو بتاع النهاردة مش زي أي فيديو عملناه على القناة، لأن احنا هنكشف سر جديد، والحكاية النهاردة عن كريستوفر دانيتش، أو زي ما الإعلام سماه دكتور الموت. جراح أعصاب مارس الطب لمدة 2 سنين بس، 2 سنين عمل فيهم 37 عملية جراحية لمرضى جم يدوروا على الشفاء. لكن اللي حصل كان عكس ده تماما. 33 مريض خرجوا من اوضه العمليات باعاقات دائمه او اصابات مزمنه، شلل، فقدان اعصاب، الام مستمره، وحياه اتدمرت بالكامل. و2 مرضى خرجوا من غرفه العمليات على المشرحه. المصيبه الاكبر ان كل ده حصل في 4 مستشفيات مختلفه، ومع ذلك ولا مستشفى قررت توقفه ولا حتى تبلغ عنه. والسبب هيصدمك، وده يفتح باب لسؤال خطير جدا: هل المستشفيات فاتحة فعلا عشان تحمي الناس وتحافظ على حياتهم، ولا الهدف الأول والأخير هو الفلوس والسمعة حتى لو على حساب أرواح المرضى؟ القصة دي كل التفاصيل اللي فيها مهمة جدا، وعشان تعرفها لازم تفهم نية بطل القصة من البداية. كريستوفر دانيتش ما بدأش حياته كطبيب. أول حلم في حياته إنه يبقى نجم كرة قدم أمريكية، كان بيتدرب بالساعات لوحده بإصرار غريب، لكنه فشل في كرة القدم. هنا اتغير الحلم، اللي ما قدرش يحققه في الرياضة قرر يعمله في الطب، بس مش أي طب، قرر يدخل في أعلى مسار في الطب وهو جراحة الأعصاب. سنة 1995 خلص دراسته الجامعية من كلية العلوم، وتحديدا قسم الزولوجي أو علم الحيوان، وبعدها دخل كلية الطب في جامعة تينيسي، وقرر إنه يدرس برنامج مزدوج صعب وهو دكتوراه في الطب ودكتوراه في علم الخلايا، وفي نفس الوقت كان شغال في مختبرات بتبحث في علاج السرطان والخلايا الجذعية. كريستوفر كان عنده حاجة في شخصيته مختلفة عن كل اللي حواليه، كان بيعرف يتكلم ويعرض نفسه ومهاراته عن طريق انه بيقلل من اي حد قدامه، فدايما اللي قدامه كان بيحس انه شخص فاهم ومطلع. وهو لسه بيدرس اتبنى عنده حلم جديد، انه يكون رجل اعمال في المجال الطبي. وفي 2008 اسس مع 2 علماء روس شركه اسمها ديسك جينكس، هدفها تطوير منتجات من الخلايا الجذعيه لعلاج الام الظهر. المستثمرين ضخوا فلوس كتير في الشركه، واللافت ان من ضمن المستثمرين دول 2 من مشرفين كريستوفر في الجامعه، وركز في المعلومه دي عشان هنحتاجها. لكن بعد فتره شركائه رفعوا عليه قضيه بسبب تلاعب مالي واسهم وشويه مشاكل في الشركه، واضطر وقتها انه يسيب الشركه. هنا انهارت احلام رجل الاعمال، وما كانش قدامه غير انه ياخد اسوأ قرار، واللي بسببه بقى فيه 35 ضحيه. قرر انه يرجع تاني لجراحه الاعصاب ويشتغل كطبيب عشان يقدر يصرف على نفسه. بعد ما خلص كريستوفر دانيتش دراسته الطبيه دخل مرحله التدريب في جامعه تينيسي، وهنا بدأ يظهر الوش التاني لكريستوفر او طبيب الموت. دانيتش في يوم عيد ميلاده قعد طول الليل يتعاطى المخدرات والكوكايين، وفضل سهران لحد الفجر، وبعدها لبس البلطو الابيض بتاعه وطلع على المستشفى اللي بيتدرب فيها عشان يتابع المرضى وهو تحت تأثير المخدرات. وقتها رئيس قسم جراحة الأعصاب، وده القسم اللي كان شغال فيه كريستوفر، اسمه فريدريك بوب، سمع كلام عن إن كريستوفر مدمن على المخدرات، فقرر إنه يبعته عشان يعمل تحليل. لكن دانيتش وهو رايح للتحليل
هرب واختفى لمدة كام يوم، وهنا هو أثبت عليه التهمة من غير ما يعمل التحليل. الطبيعي إنه لما يرجع يتقبض عليه أو يتفصل أو على الأقل يتوقف البرنامج التدريبي بتاعه، لكن اللي حصل كان عكس ده تماما. لما رجع الجامعة بعتته البرنامج مخصص للأطباء ذوي الإعاقة، وبيتمنع إنه يعمل أي عمليات جراحية وبيكون تحت المراقبة. لكن الكارثة إنه استمر عادي في تدريبه في جراحة الأعصاب وبيدخل أوضة العمليات، ودي ما كانتش للأسف أصعب حاجة الجامعة بتاعته عملتها، لأن اللي حصل بعد كده كارثة كبيرة في عالم الطب. المفروض يا صديقي اللي عايز يشتغل طبيب جراح في الأعصاب لازم يدخل أوضة العمليات 1000 مرة قبل ما يعمل أي عملية بإيده، يعني التدريب بتاعه هيكمل لما يتدرب على 1000 عملية جراحية. لكن اللي حصل إن كريستوفر دخل أوضة العمليات أقل من 100 مرة قبل ما يشتغل طبيب جراح ويعمل عمليات باسمه، يعني كريستوفر خرج من التدريب بخبرة لا تساوي 10%، وكمان مدمن على المخدرات. بس خليني أقول لك إن ما كانش ده هو السبب الرئيسي في ال 35 ضحية، لأن السبب الرئيسي أبشع من كده بكتير وهيبين لك بشاعة عالم الطب. كريستوفر بعد ما اتخرج وفي 2011 استقبلته مستشفى بايلر بلانو باحتفال كبير كأنه نجم جاي ينقذ الطب، لأن الجامعة بتاعته بعد ما اتخرج كتبوا توصيات حلوة جدا عليه وقالوا إن كريس مجتهد وذكي ومن أفضل اللي دربوه، نفس الأشخاص اللي كانوا المفروض يحذروا من إدمانه للمخدرات ومن سوء التدريب بتاعه واللي كانوا المفروض يمنعوه من ممارسة العمليات الجراحية، كانوا بيرسموا صورة وهمية لطبيب عبقري، وفضل السبب مجهول لحد النهاية. حتى مستشفى بايلر بلانو وقتها عرضت عليه $600,000 كل سنة ومعاها امتيازات للجراحة، والطبيعي انه كده اول ما يشتغل هيظهر الوجه الحقيقي لكريستوفر وهيتم اقالته. ولكن اللي حصل للأسف كان بشع، وبدأت الكارثة الأولى. أول مريض أو بمعنى أوضح أول ضحية من ضحايا دانيتش اسمه لي باسمور، دخل غرفة العمليات وكان كله أمل إنه يخرج معافى. كان بيعاني من ألم شديد أسفل الظهر وتحديدا عند القطنية، وكان الألم ممتد للقدم. عملية بسيطة في عالم الجراحة وهو استئصال جزئي في أسفل الظهر بهدف تخفيف الضغط على الأعصاب. لكن دانيتش قطع رباط حساس حوالين الحبل الشوكي داخل العمود الفقري. الدم غرق غرفة العمليات. المساعد بتاعه جراح الأوعية الدموية وقف مذهول، ما بقاش فاهم هل دانيتش قاصد يعمل كده ولا ده جزء من العملية، وفي لحظة حاول ياخد الأدوات من إيده ويقفل الجرح بنفسه عشان يمنعه من الاستمرار، وخد عهد إن عمره ما هيشتغل مع دانيتش تاني. باسمور خرج من العملية مشوه وبيتألم، وحالته بقت أسوأ من الحالة اللي كان فيها قبل ما يدخل أوضة العمليات مع كريستوفر. وبدون أي رد فعل من المستشفى وتعليق الفشل على شماعة القضاء والقدر، دانيتش كمل مهامه في جراحة الأعصاب. والسبب اللي خلى العملية تعدي إن في الوقت ده كان في ثغرة في القانون بتحمي الأطباء أكتر من المرضى. كمان زي ما قلت لك إن دانيتش كان عنده قدرة كبيرة على الإقناع وعلى إظهار مهاراته الكاذبة، فكمل في الجراحة. المريض الثالث واللي كان أحد الضحايا اللي شهدت عليه كان صديق دانيتش القديم من أيام المدرسة واسمه جيري سامرز. كان عنده مشكلة في رقبته ومسمعة في ظهره وكان لازم يعمل عملية جراحية. والبشع في القصة إنه لما لقى الكلام بدأ يكتر على صديقه دانيتش والناس بدأت تقول إنه طبيب فاشل، قرر إن دانيتش هو اللي يعمل له العملية بنية إنه يساعده يرجع تاني للسمعة الطيبة. دخل أوضة العمليات وخرج منها مشلول شلل رباعي من الرقبة لحد الرجل. جيري اللي كان بيساعد دانيتش في حياته الشخصية، اللي ساب كل حاجة واتنقل معاه لدالاس عشان يكون دايما معاه، خرج من المستشفى بيتمنى إن حياته تنتهي بدل الألم اللي كان بيحس بيه، وبقى طول الوقت على كرسي متحرك. هنا المستشفى بدأت تلاحظ فشل دانيتش، وبعد تحقق اكتشفت المستشفى إن دانيتش مدمن على المخدرات. قرروا إن هم يودوه يعمل تحليل للمخدرات، ولكن بنفس الطريقة اللي عملها مع الجامعة بتاعته. قال لهم إن ضل الطريق وهو رايح للمختبر، ورجع عمل تحليل نفسي عشان يتأكدوا هل هو قاصد يأذي المرضى بسبب إدمانه ولا ده كله كان قضاء وقدر. وسمحوا له بعد 3 أسابيع بس إنه يرجع تاني للعمليات الجراحية. ولما رجع أول مريضة دخلت معاه أوضة العمليات كانت كيلي مارتن، معلمة في مدرسة ابتدائية. وقعت من على السلم وهي بتعلق زينة عيد الميلاد. دخلت العمليات مع دانيتش وبعد كام ساعة خرج دانيتش وهو رافع راسه وقال بصوت خفيف العملية نجحت. وأهل المريضة والدكاترة والمستشفى الكل كان مبسوط، لأن بعد سلسلة الهزائم اللي مر بيها دانيتش مع المرضى بتوعه أخيرا في عملية نجحت. وبعد ما استعادت كيلي وعيها بدأت تخبط على رجليها جامد وبدأت تخبط رجليها في السرير، والممرضات وقتها ما كانوش فاهمين السبب اللي بيخلي كيلي تعمل كده، ومن كتر الاضطراب اللي كانت فيه اضطر الممرضات ان هم يخدروها. وللاسف مارتن ما فاقتش تاني من بعد التخدير. وبعد تشريح الجثه اكتشفوا ان دانيتش قطع وعاء رئيسي في النخاع الشوكي، وده ادى لنزيف داخلي. وبعد ساعات قليله
اتوفت مارتن. مستشفى بايلر بلانو قررت تاخد اجراء مع دانيتش، لكن مش بانها تفصله او تعلق العضويه بتاعته. حصل اتفاق ما بين المستشفى وبين دانيتش انه يستقيل بدون شوشره عشان سمعه المستشفى ما تتضرش، وده ادى ان دانيتش يكون عنده فرصه انه يكمل طريقه كطبيب جراح لكن في مستشفيات تانية. بعد ما خرج دانيتش من مستشفى بايلر بلانو بخطاب استقاله نضيف، اتفتح قدامه باب جديد. المحطه المره دي كانت مركز دالاس الطبي في مدينه فارمرز برانش. المستشفى ادت له امتيازات مؤقته وكانهم مش شايفين الدم اللي وراه، والسبب ان جراح الاعصاب قادر انه يدخل للمستشفى ملايين الدولارات سنويا. استقبل دانيتش مريض جديد، جلايدول، المريض اللي حكينا عنه في المقدمه، اللي عمل حادث موتوسيكل وراح عشان يتعالج من الالم، واللي العمليه بتاعته انتهت بطريقه مأساويه. دخل جيف جلايدول المستشفى بعد ساعات من الانتظار. كريستوفر وصل المستشفى بملابس غير لائقه لطبيب جراح، بنطلون جينز مقطوع وحذاء متسخ، ورغم علامات الاستهتار بيدخل غرفه العمليات. بدأ دانيتش يعبث بجسد جلايدول ويخلط بين الانسجه. قابله عضلة طبيعية في جسم جلايدول كان مفكرها ورم، فقطع العضلة بدون أي رحمة. صوت الأدوات المعدنية بتصطدم والدم بيملى الغرفة، والطاقم الطبي كله مذهول من اللي بيشوفه. بعد ساعات يخرج دانيتش لزوجة جيف ويقول لها كان في ورم فاضطرينا نلغي العملية، لكن الحقيقة إن جيف لما فاق ما كانش قادر إنه يحرك ولا دراعه ولا رجله. دانيتش سبب له مضاعفات أدت إنه يتشل. الدكتور كيربي واحد من أبرز جراح الأعصاب في دالاس بيتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن ما قدرش يعالج المضاعفات اللي سببها دانيتش، وقال دي مش عملية جراحية، دي محاولة قتل. لكن الروتين والبيروقراطية بيدوا دانيتش وقت إضافي لحد ما التحقيقات تاخد مجراها عشان يعمل كوارث جديدة. وبعد فترة اتسحبت منه الرخصة نهائيا واتقبض عليه وهو مغيب عن الوعي بسبب إدمانه على المخدرات، وبيدخل مصحة نفسية بعد انهيار عقلي لحد شهر فبراير 2017. وبدأت المحاكمة، القاعة مليانة والمرضى اللي نجوا بيدخلوا واحد ورا التاني. المشهد مؤثر كأنه فيلم درامي لكنه واقع، والقاضي كان محتار مين المذنب الحقيقي، هل هو كريستوفر ولا الجامعة اللي سمحت له انه يتخرج وهو مديله تقييم عالي، ولا المذنب هو المسؤولين في المستشفيات اللي كريستوفر اشتغل فيها واللي سمحوا له انه يكمل العمليات الجراحية واتفقوا معاه على الاستقالة عشان بس يقدروا يجنوا فلوس كتير. واللي اكتشفوه في المحكمة ان دانيتش لما خد تقييمات عالية في الجامعة وتم ترشيحه على انه طبيب جراح قوي وذو جودة عالية، عشان زي ما قلت لك ان المشرفين بتوعه في الجامعة كانوا من المستثمرين في شركته، وبالرغم من انه ساب الشركة الا انه كان قايل لهم انه هيرجع للشركة تاني، وبالتالي كان لازم يساعدوه ان هو ينجح في حياته المهنية، لان ده كان في الاخر هيجيب لهم ارباح كتير. وبالنسبة للمستشفيات اللي سمحت انه يكمل، هو ان جراحة الاعصاب كانت بتدخل للمستشفيات فلوس كتير جدا، وبالتالي ما كانش فارق قوي هل المريض العملية معاه هتنجح ولا لا، المهم ان الفلوس اتدفعت. المدعية ميشيل شوتجارد واقفة قدام القاضي وبتعرض قدام القاضي رسائل دانيتش كنوع من انواع الادلة، ومنها رسالة كان باعتها لعشيقته السابقة مكتوب فيها انا مستعد لترك الحب واللطف والخير وان اصبح قاتل بدم بارد. والهدف من الرسالة ان دانيتش كان مستعد انه يعمل اي حاجة عشان يقدر يكون امبراطورية. ماري ايفورد بتطلع للمنصة، السيدة المسنة اللي خرجت من غرفة العمليات مشلولة، بتبص لدانيتش وبتحكي قصتها بصوت مرتجف، وبعدها بيصعد صديقه سامرز وهو على كرسي متحرك وبيقول كنت فاكر انه اتدرب كويس، كنت فاكر انه صديقي، لكن اللي عمله كان أسوأ من الخيانة، كان قتل. سؤالي ليك، هل فعلا في ناس حياتها بتنتهي في أوضة العمليات وبيعلقوا فشل الدكتور على شماعة القضاء والقدر؟ وهل عالم الطب الهدف الأول والأساسي منه هو علاج المرضى ولا جني الأرباح؟ لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة. أشوفكم في حلقة جديدة، السلام عليكم.